عزيز أنت يا وطني برغم غساوة المحن. عزيز أنت يا وطني برغم غساوة المحن، برغم صعوبة المشوار وكل ضراوة التيار، برغم صعوبة المشوار. شفتوا النداء بتاع وزير الصحة في الأيام المضت دي بعد ما زاروا أم درمان ووقف بحاله على المستشفيات اللي تدمرت وأصبحت عبارة عن حيط. ولذلك نحن مع هذا النداء إن شاء الله، وحنبحث في كل الاتجاهات إن شاء الله أن نسهم من دولة الإمارات من دبي والإمارات الشمالية أيضا في حل محنة السودان إن شاء الله. هي أيضا يا إخواننا أدتنا فرصة أي جراحة قلب مجانا للأطفال دون سن الثانية عشر في مجال القلب ما فوق 12 سنة. أي عملية استدعت مبلغ كبير وعجز الشخص المعني أو المريض أو أهله عن دفع القيمة، الذراع الخيري لآستر حيتولاها إن شاء الله ويساهم فيها مساهمة كبيرة إلى أن تصل درجة المجانية. أحيانا قد لا يتوفر العلاج يعني هنا، وأخواننا حملت بطاقات الكوارث ما بيقدروا يطلعوا برا البلد، لأنه إذا طلع بطاقته بتنتهي ما بيقدر يجي راجع. وجدنا حل المسألة دي، قلنا لهم إذا احتاجوا للعلاج برا هم وفروا لنا بلدين بالإضافة إلى الإمارات ممكن يستضيفوا مرضانا في الهند في مستشفياتهم أو في سلطنة عمان عندهم 3 مستشفيات. طيب قلنا لهم ناس الكوارث، فوصلنا معهم لاتفاق أنه في حالة وجود 4 أو 5 أو 6 من المرضى محتاجين لطبيب من خارج الدولة وما متوفرين، هم ممكن يسموا في أنه يجيبوا الطبيب عشان ما يجري العملية لهم هنا من غير ما هم يتحركوا برا. في مجال التعليم تواصلنا التعليم الجامعي، عندنا عدد من الطلاب في خاصة في الكليات التطبيقية، طب وطب أسنان وصيدلة وغيرها، مختبرات وغيرها. تواصلنا مع عدد من الجامعات على أساس أنه نلقى لهم مقاعد يكملوا فيها دراستهم، لأنه بعضهم فضلوا سمستر أو سمسترين أو شهرين أو كده. فبنبحث في مساحة يستضيفوهم لنا ويدوهم لنا شهادة بتاعت إكمال. اتفقنا نحن مع ناس التعليم العالي أنه يقبلوها لهم كساعات حتى أنه ما يفقدوا كثير من الزمن. بلدنا محتاجة لأي مجهود، وما في واحد يا أخواننا يستصغر مجهوده. إيد على إيد بتعمل شنو يا أخواننا؟ تقدع بعيد. أبوابنا دي مفتوحة لكم والله في أي وقت، نستقبلكم في أي وقت، نادونا نحن بنجيكم في أي وقت. ورونا أهلنا وعمامنا القدامى الأقدم منا اللي قاعدين هنا، ورونا وين نحن نتوجه ونلقى، نحن بنتقدم إن شاء الله أو بنمشي وراكم. ما نريد نذكره لقد ذكره السفير ظاهر، هي خدمة المحتاجين من السودانيين العارضين والمقيمين، وهذا هو ديدننا ونحن مستمرين فيه وإن شاء الله بمجهود الجميع نصل للنهاية اللي احنا نرجوه، أن تقدم خدمة لأعضاء الجالية السودانية الموجودين في دولة الإمارات عامة. الواحد يعني استمع برضه للكلمة بتاعت اسمه زاهر، فعلا عمل كبير وعمل مقدر. أنا حقيقة استمعت لمبادرات الأخ الغنصل، وهي مبادرات قيمة، مبادرات تحتاج إلى تفعيل والنظرة الاجتماعية ودعم المجتمع السوداني في هذه الظروف الراهنة، وبالذات أصحاب الإقامات الكوارث، في أن تتكفل هذه الجمعيات وتتكفل هذه القنصلية بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية وفي كل المجالات. هذا إنه شرف عظيم لأهل السودان. شكرا لكم وكثر خيركم، وأرجو أن تضعوا يدكم على يد الأخ القنصل في أن تبنوا لنا صرحا جديدا إن شاء الله. فراس السوداني حر، السوداني حر والتعزنا للسمع سمح ليك بالدواس. العركة قام وما بنخلي راس السودان، السوداني حر. أهي السوداني يوم واللي يقف ويقول أنا سوداني تاني ما في قول. السوداني حر، السوداني حر. معروف الزول أصلي والضصول، مغلح كاشفات وفارس وفراس. السوداني حر، السوداني حر والتعزنا للسمع. لاك فايته للحدود
الأساس والراس السوداني حر. السودان حر والتعزنا تسمي سمح ليك في الدواس. السودان حر أهي السودان وطننا وعيوننا ليه وصولك ذو. أنحيا ونفنفيو السوداني حر. السودان حر كان من جد شافعنا بيحميو ومات الرجال يبقى له حراس السوداني حر. السودان حر والتعزنا تسمي سمح ليك في الدواس. حر أوه يا السوداني حر. السودان حر هذا السوداني حر. السودان حر هذا السوداني حر. السودان حر السوداني حر.